طريقة تغيير باسورد الواي فاي واخفاء شبكة الواي فاي وتغيير اسم شبكة الواي فاي. طبعا الراوتر اللي احنا هنتكلم عنه راوتر موديل H188A. يعني لو حضرتك عندك موديل الراوتر ده اللي هو H188A فهو الشرح ليك، سواء في شركة اورنج او فودافون او اتصالات او وي، فهو الشرح ليك، لان سيستم الراوتر واحد عشان الموديل بتاعه واحد اللي هو الموديل H188A. وملحوظة برضو يا شباب، لو حضرتك تمتلك راوتر H168N، يعني لو عندك الراوتر ده موجود عندك اللي هو الموديل بتاعه، بكرر كلامي تاني، موديل H168N، فهو الشرح ليك، لأن H188A و H168N فالموديلين دول السيستم بتاعهم واحد، ولكن H188A بيتفوق انه بيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز. تمام. طيب ولكن ال H168N بيبث شبكه واحده اللي هي 2.4. يعني حضرتك كده فهمت الفرق بينهم؟ هكرر كلامي تاني، H188A بيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز، ولكن ال H168N بيبث شبكه واحده وهي 2.4. فالاثنين السيستم بتاعهم واحد. يعني انا مثلا دلوقتي انا هعمل اعدادات الواي فاي على راوتر H188A، فحضرتك لو عندك ال H168N هتعمل معايا نفس الخطوات، فما تقلقش خالص. طبعا الخطوات اللي احنا هنعملها من خلال الهاتف المحمول بتاعنا، يعني من خلال الموبايل بتاعنا. كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك وهتبدأ تضغط على المتصفح او هتفتح المتصفح، هتبدأ تكتب 192.168.1.1 وهتقول ابدأ. هيبدأ يفتح معاك صفحة الراوتر على طول. هنا طبعا بيطلب منك يوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر، هنكتبهم ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي هم في ظهر الراوتر، كل اللي علينا هنبدأ نضغط على لوج ان. هيبدأ يفتح معايا الراوتر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب بكل سهولة. تمام. كل اللي علينا هنبدأ نقرب كده ونختار حاجة اسمها لوكال نيتورك. لوكال نيتورك اللي هي دي يا شباب، هنقربها كده تاني اهي، لوكال نيتورك، هنضغط عليها. هيبدأ يحولني على صفحة تانية. كل اللي علينا هنبدأ نضغط كده او هنرجع، هتلاقي في خانة موجودة هي في الجنب اهيت، هنقرب عليها كده، هنختار حاجة اسمها WLAN، هنبدأ نضغط عليها. بعد كده نيجي عند اخر حاجة يا شباب اسمها WLAN SSID configuration، هنبدأ نضغط عليها. هيبدأ يظهر معانا الشبكات بالشكل ده. طبعا انا الراوتر بتاعي H188A فبيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز. حتى لو لاحظت هنا هتلاقيه فاتح لي 8 شبكات. حضرتك لو معاك موديل الراوتر بقى H168N فهتلاقيه فاتح لك 4 شبكات، وهتلاقيه فوق هنا موجود اللي هي WLAN 2.4 بس. ولكن احنا نيجي عند SSID 4 اللي هي محدد عليها قلنا اهيت. تمام. متحدد عليها اون، يعني انا كده مفعل شبكتين عندي اللي هي SSID 2 واللي SSID 4. تمام. فكل اللي عليك لو انت عايز تفتح اي شبكه، كل اللي عليك مثلا هتلاقي الشبكه عندك مقفوله كده، تمام، مكتوب عليها اوف، لا اعمل لها تفعيل واضغط على كلمه اون، يبقى انت كده فعلتها. انا SSID 4 هبدا اضغط عليها، هعمل عليها الاعدادات. طبعا هنا جايب لي زي ما انتم شايفين SSID نيم. SSID نيم دي خاصة باسم الشبكة. كل اللي عليا اسم الشبكة بتاعتي اورنج، انا همسحها كده واخليها مثلا وليكن عمرو. تمام. اخلي اسم الشبكة بتاعتي عمرو. الاول كان اسمها اورنج، لا انا اخلي دلوقتي اسم الشبكة بتاعتي عمرو. عندي SSID نيم هتبدأ تكتب اسم الشبكة. طيب بعد كده يا شباب هتلاقي SSID هايد. SSID هايد خاصة باخفاء الشبكة. طول ما هي SSID هايد بتفعل عليها كلمة اوف، يعني عامل اوف نشط، فكده الشبكة ظاهرة لأي حد. طيب أنا عايز بقى أعمل إخفاء لشبكة الواي فاي. كل اللي عليك هتبدأ تضغط على اون، هتيجي عند SSID هايد وتحدد على اون، فأنت كده عملت إخفاء لشبكة الواي فاي. تمام. بعد كده ننزل عند الخيار اللي بعد كده تضغط عليه، هتبدأ تختار تالت حماية. تمام. بعد كده نيجي عند آخر حاجة وهي الباسورد، هتبدأ تضغط كده
وهتبدا تكتب اي باسورد. طيب انا كتبت الباسورد وخايف احفظ البيانات او احفظ اعدادات الواي فاي، اجي ادخل على الواي فاي ما يرضاش يفتح معايا. كل اللي عليك حضرتك هتبدا تضغط على المربع ده اسمه شو باسورد. شو باسورد هيبدا يظهر الباسورد اللي قدامك، تقدر تشوف انت كتبت ايه بالظبط. انا بالنسبه لي هبدا امسحه وهنبدا نكتبه. مثلا ممكن اخلي الباسورد بتاعي وليكن اخليه احمد، تمام. بعد كده هعمل شباك، هعمل 3، بعد كده هعمل هعمل 1 2 3، بعد كده هعمل شباك تاني مثلا، وهبدأ ارجع هبدأ اعمل حرف الاي كابيتال، تمام. هعمل ايه؟ حرف الاي كابيتال. يبقى انا كده خليت الباسورد بتاعي قوي، احمد شباك 3 123 شباك حرف الاي كابيتال. فانا كده عملت تغيير لباسورد الواي فاي بكلمه قويه، يعني كلمه قويه، تمام. بعد كده كل اللي علينا هنبدا نيجي نضغط على ابلاي، هتلاقيه حفظ معاك الاعدادات بكل سهوله. اتمنى اكون وصلت لحضرتك المعلومه بشكل سليم. طبعا لو لسه جديد عندنا في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس، ولو قابلتك اي مشكله تقدر تسيب لي كومنت اسفل الفيديو او تعليق اسفل الفيديو، وانا برد على كل التعليقات. ولو في مشكله هنتواصل مع بعض على جروب التليجرام، واقدر اساعد حضرتك ان شاء الله في حل المشكله بتاعت حضرتك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.